جبت لكم بديل العدس، بما ان كيلو العدس بقى 50 جنيه يا جماعه. مش عارفه رايحين على فين. بس قبل ما ابتدي فيديو النهارده ما تنسيش تشتركي في القناه، فعلي زرار الجرس ترن عشان يوصلك تنبيه واشعار بكل فيديو جديد ينزل. كمان تعملي لايك للفيديو. هنستخدم ايه معانا؟ هنا بطاطس مقشرينها وعاملينها مكعبات، وطماطمايه وبصلايه والبهارات اللي عندك يا ست الكل، بابريكا، كاري، ملح، كمون، كزبره، توم باودر، بصل باودر، وكمان كوبايه لبن. اي بهارات عندك هتستخدميها تبقى فله. هتجيبي بقى معلقتين زيت، حميهم كويس كده، سخنيهم وحطي عليهم البصلايه المبشوره، وابتدي كده اديها ايه صدمه شويه. احنا مش هنصفرها ولا هنحمرها ولا هتتعبي في اي حاجه النهارده. كل الموضوع سهل وبسيط. بس ما تنسيش تعملي ايه اشتراك للقناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك تنبيه بكل فيديو ينزل ان شاء الله. بعد كده مع عطيناها صدمه صغيره هنبتدي ايه، نديها البطاطس ونبتدي نشوح البطاطس معاها، بحيث ان البطاطس تاخد طعم البصل كده ويبقى كله متجانس في بعضه. ما تنسونيش في دعوه حلوه جميله منكم. بعد كده بعد ما ندي تشويحه للبطاطس هقول لكم هننزل بالبهارات. انا حطيت كاري، تمام، انتي براحتك. انا حطيت عشان يديني ايه نفس لون العدس، بس هو طعمها تحفه. هنحطها كلها بقى اهي، ونبتدي ايه نقلب. حطي كمان مرق الدجاج لو عندك مكعب، هيبقى يا سلام، هتبقى تحفه جدا. بصوا هتبتدوا تقلبوا لحد البهارات كده ما تبقى في كل البطاطس، ما يبقاش فيه بطاطسيه فيها بهارات والبطاطسيه التانية لا. هو كله في الاخر هيتفرم يا جماعه. بس إيه لازم نعمل حاجه كده بكل حب. هننزل بالطماطمايه وهنبتدي نشوح. عايزه تقطعي الطماطم مكعبات براحتك، عايزه تسيبيها كده 4/4 برضو براحتك، اللي انت عايزاه اعمليه. هي كده كده دلوقتي هتتعمل بالهاند بلندر، يعني زي ما انت عايزه. بس احنا مش عايزين نتعبك يا ست الكل في البرد دوت والسقعه. عاملين ايه صحيح في السقعه؟ الجو ساقع زياده عن اللزوم، مش عارفه ليه. هل لان احنا في الشتاء؟ المهم هننزل بقى بالميه بتاعتنا، ميه دافيه. خلاص، هتحطيها وتغطي بيها البطاطس. لنا الميه تغطي البطاطس كده، نغطيها، واول ما تتسلق معانا ونلاقيها استوت تمام هننزل عليها بالهاند بلندر بتاعتنا. هي كده اتسلقت. هنحط بقى الهاند بلندر بتاعتنا كده ونديها ضربة مبرحة لحد ما تبقى معانا زي الشوربة، زي شوربة العدس كده بالظبط. لا هتحتاجي نشا ولا دقيق ولا اي حاجة، هي قوامها هيبقى حلو جدا. خلاص، بس اعمليها كويس عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات او بطاطس تبقى مش مضروبة كويس وكده. على فكرة مفيدة جدا لبتوع الدايت ومفيدة جدا للاطفال. عايزه اقول لكم فوائدها حلوه جدا. لبتوع الاكل الصحي ادينا عملنا لكم بديل حلو وجميل ما فيهوش اي زيت. بعد ما ضربناها كده هنحط لها كمان كوبايه اللبن ونقلبها، وهتاخد كده غلوه صغيره ويبقى معانا الطبق جاهز. وبالهنا والشفا. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه، تفعلوا زرار الجرس ترن عشان يوصلك تنبيه واشعار بكل فيديو جديد ينزل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.